فيديو جديد بس جديد، موضوع مهم جدا 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 يا صديقي العزيز. بداية نصلي على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد واشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. بص يا صديقي العزيز، انا عايزك اول ما تدخل معانا وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ريت تركز معايا، لان معايا ليك موضوع مهم وخطير ومريب جدا 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 جدا. الموضوع اللي معانا هو عن رئيس الجمهورية بيختار اكتر شخص يمكن عدو للنادي الاهلي في مواقفه، في التزاماته، في قراراته. هو ده اكتر شخص يستحق بجدارة لقب العدو الاقوى والاكثر للنادي الاهلي. فضلا وليس امرا تضرب اللايك بالله عليك يا ابو الصحاب، لان القناه فيها مشكله، وكل ما بنيجي نطلع بس النت بيفصل مره واحده من القناه نفسها، فربنا يستر علينا وما يكونش حد بيحاول يلعب بديله معانا. ويا ريت تضرب اللايك عشان خاطر ده اللي بيفرق معانا فعلا. بدايه، رئيس جمهوريه مصر العربيه فخامه المشير عبد الفتاح السيسي، بعد تحياتنا الكبيرة ودعمنا الكبير، ايوه اللي لسه داخل معانا يضرب اللايك يا شباب. الشباب اللي لسه داخله متأخر دي بعد اذنكم اضربوا اللايك الجميل كده وصلوا على الحبيب عشان كلنا نتظبط النهارده. المهم يا باشا، والمهم يا ابو الصحاب، فخامة رئيس الجمهورية سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية من كبار جمهوريات وبلاد العالم العربي والعالم كله كمان. راجل عنده مسؤولية لعدد من الناس وعدد من الدول. اضرب اللايك وصلي على الرسول عشان في حبه تنول. رئيس الجمهورية أصبح متفرغا تماما من كل المشاكل اللي حواليه، وبينقي الوزراء بتاع الوزارة الجديدة. وسبحان من حط الشغف في قلبه وعقله. أصل الشغف ده مش احنا اللي بنختاره بنفسنا، دي حاجة ربنا بيكرمنا بيها. بغض النظر عن انهم تقريبا الشارع المصري بيقول ان الراجل ده ضيع حاجة اسمها شغف واصبح الانسان يعمل كالعبيد، ولكن انا ماليش دعوة بالشارع المصري، انا ليا دعوة بالخبر بتاعي. فياريت تضرب اللايك وتصلي على الرسول عشان في حبه وزيارته تنول. اضرب اللايك الجميل يا ابو الصحاب. المهم ان القصة بتقول ان فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عن تدقيق قوي جدا هيعلن عودة 2 الى الوزارة الجديدة مجددا. فخامة رئيس الجمهورية عن مصدر شديد الخطورة والقوة هيرجع 2 من القدام. واحد كان ويا ريته مكانه. اضرب اللايك، احنا 100 واحد في اللايف يا ابو الصحاب، بعد اذنك اضرب اللايك كده وصلي على الحبيب معانا. اضرب اللايك. المهم يا باشا، واحد كان له عداوات والتاني ما زال له عداوات يا استاذ محمود. الاول اللي كان له عداوات مع النادي الاهلي بقوة وبشدة وبعنف، واللي يمكن رجوع الشخص ده في اي وزارة ذات سلطة يؤثر بكل قوة واقتدار على النادي الاهلي. رجوع الشخص ده تحت منصب وسلطة يعني هيزعلك زعل جامد قوي. هتقول لي واحنا من امتى هنخاف؟ لا، المرة دي هنخاف، المرة دي هتخاف. شخص أمنية حياته يدمر كيان الأهلي منذ سنين وسنين. اعلى باللايك وصلي على الحبيب، ومرحب معانا بكل اخواتنا وحبايبنا في اللايف. اضرب اللايك وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلبك يطيب على طول. اضرب اللايك يا ابو الصحاب. الاولاني، الأهلي في فترة ما كان ينسفه. عايز اقول لك انه لسان وربنا ما اعطالوش سوى اللسان، ولكن هو بلسانه كان موريك الويل. والتاني مخ أفعى
وعيناه تجيب دمار شامل وتخرب الخراب وتسوي الهوايل وتعمل العمايل. اعلى باللايك وصلي على الحبيب على طول. الاولاني يمكن بدأت ألمح لك فبدأت تلقط هو مين. شخص كان اسد وبعد عن الصورة وبيرجع تاني، والمرة دي مش هيرجع كده وخلاص، ده هيرجع يمسك منصب جبار. اضرب اللايك وصلي على الحبيب. هيرجع يمسك منصب خطير لأقصى درجة من الخطورة، مركز مش عارف اوصف لك المنصب من قوته وجبروته ومن استغرابي للشيء نفسه اللي هو يا حول الله يا رب. احنا هنجيب ده وهنرجعه تاني؟ احنا هنجيب ده احنا كلنا ما صدقنا خلصنا من ده، تقوم جايبينه لنا تاني؟ ده احنا ما صدقنا خلصنا من ده، تقوم سيادتك وسموك وجنابك جايبينه لنا تاني؟ طب ليه يا جدعان؟ على اي اساس يا جدعان؟ قال لك لا بس هو المرة دي راجع يركز في شغله ومش هيعمل معاك عداوات. هو اساسا شغله كان العداوات معايا. احنا هنضحك على نفسنا ولا هنضحك على الناس؟ هو شغله كانت العداوات معايا للأسف، وقت ما مضى والناس كلها عارفاه. الناس كلها عارفة مين هو يا جماعة، هي مش محتاجة سذاكة، كلكم عارفينه والله. واحد الذي سيتم عودته وبإذن الله سيحسم منصبه داخل منظومة رابطة الأندية، وبإذن الله خلاص يعني اتكتب اسمه بالورق والقلم لأنه قضى مهلته وقضى عقوبته وقضى مدته، ألا وهو الأستاذ جناب المستشار مرتضى منصور. والتاني اللي بيتم تدريبه الآن على إعداد ومنهجة واستقرار وتقدم نظام كرة القدم هو السيد كامل الوزير. انت ده راجع لك في منصب رابطة الأندية بنسبة 100%، والتاني راجع لك في منصب وزير الشباب والرياضة بنسبة 1,000,000,000%. وشاء من شاء وأبى من أبى طبعا، يعني اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. اللي عنده حاجة مع الناس دي يعملها، ما هي خلاص بقى انت وصلت المرحلة مع الناس المحترمة دي، اللي عنده حاجة يعملها، وانت للأسف ما عندكش اي حاجة تعملها معاهم. اضرب اللايك وصلي على الحبيب. انت للأسف ما عندكش معاهم اي حاجة تعملها، خلاص حسمت الاسماء بنسبة 1,000,000%. اللي انا بس عايز اسأله لفخامة رئيس الجمهورية، يا سيادة الرئيس، هو حضرتك بتوافق على هذه الاسماء وخلاص؟ يعني هل حضرتك بتوافق على هذه الاسماء دون دراسة ممنهجة، ولا بيكون في دراسة للموافقة والرفض؟ يعني هل سيادتك بتبقى فاهم قرار انك ترجع فلان او فلان او علان او علان ده بيؤثر عليك انت ازاي ولا لا؟ ما هو لما الناس دي ترجع مناصبها يبقى احنا كده بنهزر وبنضحي تضحية احنا مش حملها من الاساس اصلا. يعني لما الناس دي ترجع مناصبها فاحنا للاسف بنضحي تضحية احنا مش حمل هذه التضحية من الاساس. طب الحل مع مثل هؤلاء ايه؟ الحل معاهم ان بيتم نفيهم خارج البلاد يا فندم. انما عندك هنا في الدنيا بسم الله ما شاء الله احنا ممكن نساعد الحرامي والمذور واللص على ان يعود مجددا.
احنا مش ممكن، ده احنا بنسبة 100% بنساعد الحرامي واللص على ان يعود مجددا. النهاردة خلاص رئيس الجمهورية حسم اموره وبقوة وبعناية وبشدة شديدة للغاية. النهاردة رئيس الجمهورية رسمها. النهاردة رئيس الجمهورية خلاص خطط لكل حاجة بالصحاب، وأي حد هيعترض عن أي قرار أعتقد الحل الوحيد والأنسب والأقرب هو إنه هيروح ورا الشمس. خلي بالك من المواضيع اللي زي دي، لأنها مواضيع في غاية الأهمية والخطورة. مع كامل احترامي للكل، رئيس جمهورية مصر العربية يا سيادة المشير، انت وراك مشاغل ما يعلم بها الا ربنا، وبالبلد كده هم ما يتلم. لما حضرتك تسيب كل اللي ورا سيادتك ده وتتفرغ للأهلي وللزمالك والرابطة الأندية، أو كما يقال أنك تفرغت لهما، فدي تبقى أزمة وكارثة كبيرة جدا احنا مش حملها، ولا حمل عواقبها، ولا حمل ماذا سيحدث بعدها. انا النهارده كرئيس جمهوريه، اللي ما ضربش اللايك يا شباب بالله عليك اضرب اللايك الجميل وصلي على الحبيب. اللي ما ضربش اللايك يا ريت فضلا وليس امرا يضرب اللايك الجميل ويصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انا النهارده مع كامل احترامي للكل، سياده المشير رئيس جمهوريه مصر العربيه سياده المشير عبد الفتاح السيسي، ماذا بعد يا فندم؟ يعني ماذا بعد ان انت تختار الاسماء دي وتحطها في المناصب دي وتقول لها ارجعوا اخربوا ودمروا واعملوا اللي انتوا نفسكم كنتوا تعملوه وللأسف فشلتوا لسبب او لآخر؟ ماذا بعد؟ ثم ماذا سيحدث؟ يعني احنا هننتظر ايه بقى؟ هل هننتظر تعمير كرة القدم؟ يستحيل. ده احنا هنطلع بعد كده نقول يا رب بس ايه ما يخربوش ال3 سنتي اللي كانوا عمرانين، لان احنا كنا بنحارب يعتبر في 3 سنتي. معالي المشير سيادة رئيس الجمهورية، احنا عارفين ان انت همك على الرياضة، بس انك تجيب ده في رابطة الأندية وتجيب ده في منصب وزير الشباب والرياضة، فانت بتهد الرياضة يا فندم. ان يرجع لي مرتضى منصور ويمسك منصب، وان يرجع كامل الوزير في وزارة الشباب والرياضة، يبقى انت كده يا فندم بتدمرني، بتقول لي انا مش عايز اساسا رياضة. ازاي؟ هتقول لي وانت جبت الكلام ده منين؟ من مصادر شديدة الحساسية ومصادر صحفية كبيرة جدا. والله سواء تم تنفيذه او لا، فطرح هذا الكلام على رئيس الجمهورية في حد ذاته يشكل خطورة. ما هو اللي انت مش واخد بالك منه ان العيار اللي ما بيصيبش بيدوش. فانا دلوقتي يا صديقي العزيز، العيار اللي ما بيصيبش بيدوش بالنسبة لي. ايه اللي المفروض يحصل في مثل هذه المواقف من فخامة رئيس الجمهورية؟ يا هيدي اهتمام وعناية للموضوع، او الحل التاني والحل الاقرب والحل اللي يعني ممكن نقول عنه ايه والله ماشي يا سيدي، هتلاقي نفسك بتحسبها بعد كده 100 مليار حسبة، وكل حسبة منهم اصعب من اللي بعدها، وكل حسبة منهم اغرب من اللي بعدها. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بنفسه سايب كل ما يحدث حول حدوده اليمين واليسار وبيتفرغ لده. ده تبقى مشكلة كبيرة قوي، ده تبقى مشكلة كبيرة قوي بجد. ولازم كلنا نفهم ان البلد محتاجة تركيز، وبقية الوزارات تحتاج لتركيز رئيس جمهوريتنا اكتر من كرة القدم. سيب كرة القدم للعيبة واصحاب الخبرات واصحاب الدراسات الرياضية. مش هطول عليك الفيديو يا صديقي العزيز، دي كل التفاصيل والاخبار اللي معانا. يا ريت تضرب اللايك، تشترك في القناة، تشاركني برأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.